هنتكلم النهاردة عن واحد من أكتر الشخصيات الغريبة في تاريخ مصر. حكايته ليها العجب العجاب، فيها كم رهيب من الجنون والتطرف. من أول ما تولى عرش الخلافة الفاطمية وهو لسه طفل صغير عنده 11 سنة لحد وقعة اختفائه الغريبة وهو ما كملش 36 سنة، ولحد دلوقتي مفيش تأكيد على موته، وهو ببساطة اختفى فص ملح وداب حرفيا. ده في حد ذاته عمل تشويق كبير في أحداث قصته، لدرجة إن الموحدين الدروز لسه مقتنعين بإنه في غيبة وهيرجع رغم مرور أكتر من 1000 سنة على الحكاية. الشخص ده كان نتاج مباشر لكمية تطورات مرعبة في الدولة الفاطمية وفي العصر العباسي الثاني اللي بدأ من سنة 847 ميلاديا لحد سقوط الدولة العباسية وسقوط بغداد سنة 1258 ميلاديا على إيد المغول. تعال نعرف الحكاية في حلقتنا النهاردة عن الحاكم بأمر الله. أهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. مبدئيا كده، المعز لدين الله دخل القاهرة يوم 11 يونيو سنة 972 ميلاديا، وصل بموكب مهيب ومعاه كنوزه وأمواله وكل غالي وثمين، حتى توابيت آبائه وأجداده جابهم وعمل لهم طقوس جنائزية ودفنهم هنا حوالين جنينة القصر الكبير اللي بناه جوهر الصقلي وحولها المقابر. هي دي تربة الزعفران اللي كانت مكان مقدس عند الشيعة. بعدها أتم نقل مركز الخلافة لمصر وأسس فيها نظام الحكم التاريخي للفاطميين، لكنه ما طولش، قعد حوالي 3 سنين ومات، وورث ابنه العزيز بالله نزار التركة الملكية العظيمة. كان شاب صغير عنده 20 سنة، استعان بالقائد جوهر الصقلي في تدبير أمور البلاد، وخصوصا اللي بتتعلق بالتعمير والحروب. وارتبط العزيز بأمه السيدة المعزية اسمها تغريد أو أم ولد، وكان ليها نشاط تجاري واسع في مصر. وبالرغم انه مفيش أدلة على أي دور سياسي معروف ليها، لكن المقريزي بيأكد ان الخليفة المعز كان بيتشاور معاها في كل حاجة من بعد ابنه العزيز. وورث دور السيدة المعزية زوجة ابنها الخليفة الجديد السيدة العزيزية. دي بقى كان ليها مكانة كبيرة قوي في حياته، وكان ليها أثر كبير في كتير من السياسات بتاعة العزيز. كانت جارية مسيحية على المذهب الملكاني بتاعة كنيسة القسطنطينية اسمها درة، اتجوزها الخليفة وخلفت له بنته الكبيرة ست الملك سنة 970 ميلاديا، اللي كان ليها دور مهم جدا في حياة أبوها ومن بعده أخوها. وأحطها أبوها بكل أساليب الترف والثراء، بنى ليها القصر الغربي علشان تعيش فيه لوحدها، وكانت بتمتلك ثروة كبيرة من التحف الثمينة والجواهر النفيسة، ولها إقطاعيات واسعة في ضياع الصعيد والوجه البحري غير الدور والبساتين. مش معروف من هي أم الحاكم بأمر الله، لكن معروف إنه من امرأة تانية اتولد سنة 985 ميلاديا، ويكاد يكون ذكره مقطوع لحد يوم تنصيبه خليفة بعد وفاة أبوه. شوف، هي الفترة دي أصلا كانت مليانة أحداث غريبة قوي. اشتدت الاضطرابات بين إمبراطور الروم والخليفة الفاطمي العزيز، علشان كده اتحركت جحافل الرومان على حلب واستولوا على ما فيها، وبعدين خلصوا ومشي على طرابلس في جنوب لبنان وحصرها 40 يوم من غير ما يتمكن من فتحها، لحد ما اضطر للرجوع على بلاده. فوصلت الأخبار على المحروسة وعلى قصر العزيز، حس بقهر وتعاظم عليه اللي حصل، ونادى المؤذنين في الناس بالخروج للقتال. فتح العزيز بالله خزائنه وأنفق منها على التجهيز للحرب، جهز جيوشه وأعد أسطول حرب على وضعه، جمع له العدد والآلات والأسلحة اللازمة، ودرب النواتية على ركوب البحر، وبقت الدولة مستعدة للجهاد. لكن حصلت مجموعة من الكوارث العجيبة والأحداث الغريبة، والأسطول اللي أنفق على بنائه بجهد وتدريب وشغل وفلوس اتحرق فجأة قبل ما يخرج للقتال أصلا. فقام الخليفة بصنع أسطول جديد، فلما خرج للبحر المتوسط هبت عليه ريح قوية غشيمة دمرته وحطمت سفنه وغرق عدد كبير من الجنود. لكن ده كله ما أخدش من عزيمة العزيز حاجة، ولا الوهن أو اليأس تسرب لنفسه، فخرج في جيوش برية ضخمة بيقصد بلاد الشام علشان ينتقل منها على أرض الروم. كان الخليفة مصاب بمرض مزمن بيشتد عليه وبيصرفه عن الاهتمام بابنه المنصور. ساب المهمة كلها على خادمه الأرميني
أبو الفتوح برجوان، أيوة، صاحب الحارة المشهورة اللي فيها فيلم عربي قديم باسمها. كان عبد أبيض سلافي. التجار بيجيبوا أمثاله غلمان من دول السلافيين، من روسيا ومقدونيا وصربيا وأوكرانيا، كرواتيا وأرمينيا والبلغار. أخلص للفاطميين وترقى لحد ما بقى رئيس الخدم في الأصول الملكية، يعني بدرجة وزير، وسكن في قصر اللؤلؤة اللي دلوقتي هو حارة برجوان. وفي أثناء المسير لحرب الروم اشتد عليه مرض القلنج. كان في ركاب الجيش اللي وصل بالبيس في رمضان، ووقع الخليفة في الحمام، واضطرت الحاشية ينقلوه على العاصمة. وهنا في القصر الشرقي الكبير اللي كان مقر حكم الخليفة المعز، وهو واحد من القصرين اللي بينهم شارع المعز حاليا، وعلشان كده المنطقة دي اسمها بين القصرين، اللي اتعمل منها الجزء الثاني من ثلاثية عمنا نجيب محفوظ الشهيرة. دلوقتي مكانها جامع الحسين وخان الخليلي وقبة قلاوون. وبين ردهات القصر الزاهي كانت قناة الخليفة بتتردد. العزيز بالله مشرف على الموت، مرمي على سريره في أوضة نومه، محاط بالحرس والمماليك، وبنته قاعدة على رجليه، وهو نفس داخل وممكن ما يخرجش. على يمينه أبو عمار الكتامي، شيخ قبيلة كتامة الأمازيغية المغاربة، وعلى شماله أبو الفتوح برجوان عبد المخلص. وعلى طرف السرير وقف القاضي نعمان. وفي ليلة 28 رمضان 386 هجريا، 15 من أكتوبر الموافق 996 ميلاديا، مات الخليفة العزيز بالله وعمره 44 سنة. توفى الخليفة وخرج برجوان يجري بعمامة الخلافة على ابنه المنصور. كان بيلعب على الأشجار في جنينة القصر، لبسه العمامة والعباية وقال له: طال عمرك يا إمام المسلمين. وفي رواية إنه كان مش أمين على الطفل، بيشتمه وبيهينه وبيتنمر عليه وعلى خلقته الوحشة. فكان برجوان مش بيناديه غير إنه بيقول له يا وزعة، يعني يا سحلية. المهم إنه قعد على العرش وأخد البيعة، وبقى هو الحاكم بأمر الله. طفل عنده 11 سنة متولي زمام إمبراطورية ضخمة، وطبيعي إنه كان لعبة بتتقافزها أيادي المحيطين بيه. كان الوصي عليه هو برجوان نفسه. شهوة السلطان أخدته ورسم خطته بالسيطرة على الخليفة الصغير وعلى مقاليد الأمور في مصر كلها. لكن كان فيه منافسة شرسة ليه، وهو شيخ الكتامين المغاربة أبو عمار، اللي كان في منصب خطير جدا، وهو أمين الدولة، حاجة كده زي رئيس الوزراء. كانت فرصة مناسبة جدا لكل الطامعين في السلطة يجتمعوا، وكان السبب الرئيسي اللي خلى الخلافة الفاطمية مليانة بالمشكلات والصراعات هو مذهبهم الشيعي الإسماعيلي، لأن المذهب بيفترض إن الخليفة هو نفسه الإمام، وبيورث الإمام لابنه من بعدها وهكذا. علشان كده معظم خلفاء الفاطميين تولوا الحكم وهم أطفال أقل من 10 سنين. فكان الجمع بين السلطة السياسية والدين في شخص الحاكم سبب مباشر لاضطرابات كتيرة ومحاولات كتيرة للسيطرة على الخليفة الطفل من شخصيات حواليه، زي ما حصل مع الحاكم بأمر الله، اللي لازم تعرف إن برجوان وأبو عمار بينهم مواجهة غير معلنة لفرض سيطرتهم على البلاد. أبو عمار الكتامي كان مستقوي بالقبيلة الكتامية بتاعته. قبيلة كتامة من كبار القبائل الأمازيغية وأعينهم. لما جوهر الصقلي نجح في بسط نفوذ الفاطميين في الشمال الأفريقي كله، وأمر المعز بالتوجه لغزو مصر يوم 4 فبراير سنة 969 ميلاديا. كانوا ضمن الجيش الغازي ومن أهم المقاتلين فيه. وبعد إحكام السيطرة على البلد قام المعز بتخصيص منطقة كاملة في عاصمته القاهرة الجديدة حي الكتاميين، وهو داخل حي الأزهر دلوقتي في حارة العينية. مع الوقت اترقى أبو عمار في أركان الجيش لحد ما بقى قائد القواد، وبقى هو شيخ قبيلته اللي أعدادها بتقدر بالآلاف، وبإشارة واحدة من إيده يهدوا الدنيا كلها. مش بس القبيلة دي، لا، ده كل المغاربة اللي ارتحلوا للإقامة في مصر كانوا بيدينوا لأبو عمار بالسمع والطاعة. قبيلة كتامة كانوا مقاتلين شرسين بطبيعتهم، عشان كده قدروا خلال عهد الفاطميين الأوائل تكون ليهم مكانة كبيرة في البلد الجديد عليهم. فكان منهم قادة جيوش ومستشارين في بلاد الخلافة ومسؤولين، وكان في بينهم وبين المصريين من أهل البلد عداء، وكمان كان فيه صراعات بينهم وبين منافسيهم من الأتراك والدلم والأعراق الشرقية. وبدأت الأحداث تاخد منحنى خطير بعد وفاة العزيز، لما تآمر المغاربة على القاضي النعمان وقتلوه، وعاش أبو عمار دور الحاكم الفعلي للبلاد. دخل فوق صهوة جواده على القصر أمين للدولة،
واعتمد على رجالته من القبيلة وبدأ يعزل ويعين في كل المسؤولين، ونجح يحول بلاط الخلافة لمجموعة من الكتاميين، وأخدوا كافة الصلاحيات وزودوهم بمفاتيح خزانة الدولة، وبقى ليهم إقطاعيات في طول وعرض البلاد. التصرفات دي دفعت بالكتاميين ناحية الانفلات، وحسوا بأنهم أصحاب البلد، وبصوا لكل الأعراق والجنسيات التانية بشكل وضيع. استحقروا الخلايق وتجبروا وبلطجوا على أهل مصر، وكونوا جماعات مسلحة لإرهاب أهل المحروسة. فكانوا بيتحركوا على الخيول وهم رافعين السيوف، وبيوقفوا العام في الطريق والشوارع والحارات، ياخدوا منهم إتوات ويسرقوهم ويقلعوهم هدومهم ويفضحوهم. الحياة بقت في منتهى الفوضى وانعدم الأمن والأمان، وكان عادي إن الناس غلابة نايمين في بيوتهم يلاقوا الباب اتكسر واتخلع، ودخل عليهم مجموعة مغاربة أمازيغ ويضربوهم ويسرقوهم، وممكن يطردوهم ويقعدوا مكانهم كمان. أبو الفتوح برجوان نجح في إثارة طوائف المشارقة ضد طوائف المغاربة، استغل استبدادهم للحكم مع سيدهم أبو عمار، وانضم ليهم أهل البلد، وبقى صراع قوي جدا على البقاء، واتكونت كتايب أهلية بتتبع خطوات المغاربة، ودارت الدايرة عليهم والقتل اتعمل فيهم، وبقت في أكمنة متنقلة بتصطاد قوات المغاربة فردي وجماعات صبح وليل. البلد على صفيح ساخن، وفيها حرب طحنة بين طوائف متعددة راح فيها أعداد لا تحصى من الجانبين. بقت العاصمة أيدى نار، وكانت بينهم مواقع عديدة انتهت بانتصار الشرق على الغرب. انتصر برجوان واتثبتت جذوره في القصر، واضطر أبو عمار يهرب من المحروسة كلها بعد ما الناس اقتحمت بيته وقتلت حراسه ونهبت كنوزه اللي كان مكتنزها. وبدأ برجوان يعيش دوره هو كمان كحاكم، جدد العهد للخليفة الحاكم بأمر الله، ونقل أوامره للقادة والوزراء على إنها أوامر الخليفة الصغير، وبدأ في وضع رجالة في مفاصل الدولة. اتمكن من كل التفاصيل، اشترى لنفسه كتير من البيوت والقصور، وكان بيقابل أصحاب المصالح والمظالم في بيته، مش في قصر الخلافة زي العاديين، علشان يكون حلقة وصل بين الخليفة والناس. وكون لنفسه طائفة خاصة من الجنود والمماليك والخدام، وبعد كده لعب سياسة ومنح أبو عمار الحماية، ووهب ليه إقطاعيته اللي كانت ليه من قبل الأزمة، واشترط عليه السمع والطاعة والتبعية، وبكده استمال ليه المغاربة كمان. وطبعا بالقوة المفرطة وعدم المساءلة وانعدام المنافسة جنح برجوان للطغيان والاستبداد، فكان بيعتبر نفسه الخليفة الحقيقي، وهو كده كده مستقل بخليفته الحاكم، وبمناسبة ومن غير مناسبة بيتريق عليه وبيشتمه، وهو مش واخد باله إن الطفل الصغير كبر ودخل طور المراهقة. استغل برجوان منصبه في تكوين ثروة ضخمة ليه، بالإضافة لانشغاله باللهو والملذات ده أدى لانصرافه عن شؤون الدولة اللي تعطلت وفسدت. وكان بيبدأ يومه بوصول الفرق الغنائية والغواني، يقعد وسطهم على تخت مخصوص ويقضيها سكر وعربدة وحاجة استغفر الله العظيم على الآخر، حتى إنه كان بيخرج على حصانه وهو سكران ويقابل الناس ويروح على ديوان الملك، وبقت ريحة الخمور بتفوح منه باستمرار. وطبعا ده كله أدى للتقصير في أمور مصر والحجاز والشام والمغرب وباقي أمور المملكة. كان المنصور عدى 15 سنة من عمره، وهو السن القانوني في الخلافة الفاطمية لنزع الوصاية عشان يبقى خليفة شرعي، فتم البيعة الجديدة وأخذ لقب الحاكم بأمر الله على غرار ألقاب آبائه وأجداده. 4 سنين من الضغط العصبي الرهيب، كم مهول من الاستهزاء والتنمر والملطشة وقلة القيمة، فما كان منه إلا الترتيب للانتقام من كل اللي أذوه وفعلوا الأفعال فيه. بعت رسالة على بيت برجوان اللي كان عبارة عن مخور، كتب له فيها إن الوزع كبر وبقى تنين، وطالب منه الحضور على قصر الخلافة. وهناك كان الحاكم بأمر الله منتظره في حديقة التين، وبمجرد دخوله اتفاجئ بالترتيب. واحد من القتلة رماه بخنجر في رقبته، وفجأة تكتروا عليه، خرجوا من بين الأشجار بالخناجر وطعنوه، وبالتوازي انتقلت فرقته من خواص الحاكم على قصره حرفيا، هدوه فوق رؤوس الفاسقين اللي فيه، ونهبوا منه زكايب الذهب وفلوس ما تتعدش وكنوز ملهاش آخر. وأما أبو عمار فعمل له كمين من المشارقة وقطعوا راسه، وبكده قدر الحاكم بأمر الله يسترد سلطاته كخليفة حقيقي للبلاد، عاد لينتقم يعني زي ما بيقولوا. بعدها أصدر الحاكم بيان لجماهير المشارقة بيبرر فيها أسباب قتل برجوان،
وبعد كده قام بالتخلص من كل رجال برجوان في الجيش والقصر، وقام بنفي شيوخ كتامة على بلادهم، وأمر الجنود إنهم يقتلوا أي حد في البلد ليه علاقة بالاتنين. وبدأ حكمه بتقشف وزهد على عكس آبائه. أخرج من قصره جماعة من حظاياه، وأعتق كل مماليكه من الإناث والذكور، وملكهم أمر نفوسهم والتصرف في ممتلكاتهم. وانتقل تدريجيا من الملابس المذهبة على عادة الفاطميين لملابس خشنة من الصوف. كمان خفف من الإسراف اللي كان بيحصل في الاحتفالات بالمناسبات المختلفة، وأمر كمان إن مفيش حد يصلي عليه في كتاباته، ويقتصر على الصيغة سلام الله وتحياته ونوام بركاته على أمير المؤمنين. وبيروى عن الحاكم في بداية عهده إنه كان سخي معطاء. وروى المقريزي شكل الاحتفالات في عهده لكافة الطوائف الدينية. احتفل المسيحيين بالغطاس بشكل كبير ومهيب، ومنح الأتراك خيل وسلاح في عيد النوروز. وكان الحاكم مسرف في القتل لحفظ دولته وإصلاح شؤونها، وبيتعامل بشدة مع رجال دولته، وكان بيحاسبهم بقسوة إذا أخطأوا. واعتمد على نظر المظالم لتطهير دولته من الفساد، وكان بيركب على حمار وبيطوف فيه بالأسواق والقرى علشان يسمع مظالم الناس بنفسه. كمان ورث عن أبوه حرصه على توزيع المال على الفقراء والمساكين، واتعرف عنه الاهتمام بالعلم، وقام بتعمير مكتبة دار الحكمة في بغداد، وأنشأ كتير من المساجد. وكان بيعقد مجالس للشعراء والأدباء في قصره، كانوا بينشدوا فيها الأشعار، وفي نفس الوقت كان بيقتل العلماء والأدباء. كان بيقوم بالفعل وعكسه، وظهرت عليه علامات التمرد المتطرف اللي وصل لدرجة من درجات الجنون، زي مثلا إنه فرض على اليهود والنصارى لبس الغيار والعمائم السود، وأمر بهدم بعض كنائس القاهرة وسرقة محتوياتها، وأصدر مرسوم بهدم كنيسة القيامة في بيت المقدس. ورغم إن المؤرخين شهدوا على سخاء الحاكم مع أهل الذمة في أعيادهم، إلا إنه انقلب بعد كده عليهم، فقام بإلغاء الأعياد المسيحية كعيد الميلاد والغطاس وعيد الشهيد. بعد كده بقى بيفرض عليهم لبس جزم بلونين مختلفين، فرد حمراء وفرد سوداء. وكان بيفرض على اليهود لبس سلسلة كبيرة فيها مجسم لرأس عجل، وبيفرض على المسيحيين لبس سلاسل بتنتهي بصلبان ضخمة. وبعد كده نادى فيهم إما بالدخول في الإسلام أو الهجرة لبلاد الروم، لكن قبل نهايته قام بإلغاء جميع الأوامر اللي صدرت منه ضدهم. طيب ده كويس أهو، بدأ يفوق. على فكرة جبروت الحاكم بأمر الله ما كانش ضد المسيحيين واليهود بس، ده حتى المسلمين ما سلموش من أذاه. ده الموضوع وصل لمنع الشعب من لبس الأبائيب لأن أصواته بتزعجه، وبقى الشعب ماشي حافي، وأمر بتحشم المرأة في لبسها، وشوية شوية حرم على الستات الخروج من البيت خالص، لا ليل ولا نهار. وكمان منعهم من النظر من الشبابيك، وقبض على الجزمجي الحريمي لمنع صناعة النعال للستات علشان ما يخرجوش من البيت ولا تمشي في جنازة، واللي تعصي أمره من النساء كان عقابها الموت، بيذبحها في الميدان. أصلا كان ده عقاب جميع من في الدولة، سواء قرايبه أو رجال دولته، هي عقوبة واحدة، واللي بيغلط لازم يتعاقب. حتى أنه حرم الملوخية باعتبارها أكلة مملوكية لا يأكلها إلا الملوك، وأمر بقتل كل من أكلها أو زرعها أو باعها. ويقال إنه حرم الملوخية علشان سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان بيحبها، دي معلومة مش مؤكدة، في حال إن معاوية من ألد أعداء الشيعة. كمان منع أكل الجرجير والترمس وأم الخلول، وحرم زراعة العنب وصب العسل في النيل، وأمر بقتل الكلاب والخنازير، ومنع ذبح الأبقار إلا في عيد الأضحى، وأمر إنه يؤذن لصلاة الظهر في أول الساعة 7، ويؤذن لصلاة العصر في أول الساعة 9، اللي هو مزاجي كده. وكمان ضرب في الطرقات بالأجراس، ونودي إن مفيش حد يدخل الحمام إلا بمئزر، وده كان زي غطا بيتلبس فوق الهدوم علشان يمنعها من البلل. وعمل جماعة من المتتبعين اللي قبضوا على اللي في الحمامات بدون مئزر وضربوهم وجرسوهم أو فضحوهم يعني. ومنع بيع أي شيء من السمك بغير قشر، وإن مفيش حد يصطاده من الصيادين. وأمر الناس بمصر والحرمين إذا ذكر اسم الحاكم إنهم يقوموا ويسجدوا في السوق وفي مواقع الاجتماع وحاجات كتير متهورة ومخبولة كده. اللي لازم تعرفوا إن في كتير بيقول إن دي كلها إشاعات للتجني على الحاكم بأمر الله، لأن المحاولات دي كلها لتشويه صورته، لأن مفيش أي مؤرخ من المؤرخين المصريين اللي عصروه وكتبوا تاريخ الفاطميين ذكرها، سواء كانوا مؤيدين ليه أو معاديين ليه زي المقريزي وابن تغري بردي مثلا. وجاء ذكر التصرفات دي لأول مرة في كتاب المؤرخ الحافظ البغدادي تاريخ بغداد
وكتاب تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطي وغيرهم، لأن في الفترة دي كان التوتر بين الفاطميين والعباسيين وصل لذروته، لدرجة إن الخلافة العباسية قامت بإصدار مرسوم شهير سنة 1011 ميلاديا، وفيه نص مفاده إن الحاكم بأمر الله مش من سلالة سيدنا علي بن أبي طالب، وعادي جدا تكون كل الحكايات الغريبة دي عبارة عن جزء من الحرب الدايرة ضده. في سنة 1017 ميلاديا كشف حمزة بن علي بن أحمد رسميا عن الإيمان الدرزي، وبدأ في نشر العقيدة التوحيدية، والفترة دي شائكة وغامضة جدا. تطورت لما نادى بألوهية الحاكم، ووصل وفد من دعاة المذهب الإسماعيلي لمصر، وعلى رأسهم محمد بن إسماعيل الدرزي وحمزة بن علي الفارسي. وفكرة التأليه عجبت الحاكم، واعتقد تجسيد الإله في شخص، وأعلنت الدعوة بتأسيسه سنة 408 هجريا، وأخذ بيت في جبل المقطم، وفتح سجل بيتكتب فيه أسماء المؤمنين بيه. اتكتب فيه بس من أهل القاهرة 17,000 كلهم خايفين من بطشه، وتحول لقبه في الفترة دي على الأرجح من الحاكم بأمر الله للحاكم بأمره، وبقى فيه مجموعات من الجهال لو شافوه سجدوا له وقالوا له يا وحدنا يا وحدنا يا محيي ويا مميت. وكان من ضمن تصرفاته المتهورة إنه كان عايز ينقل أجساد أهل البيت ويدفنهم في مصر. وبيذكر المؤرخ الإسلامي السمهودي في كتابه أراد نقل أجساد آل البيت إلى مصر، وكلف بذلك أبا الفتوح الحسن بن جعفر، فلم يوفق بعد أن جاءت ريح شديدة تدحرجت من قوتها الإبل والخيل، وهلك معها خلق من الناس، فكانت رادعا لأبي الفتوح عن نبش القبور، وانشرح صدره لذلك، واعتذر للحاكم بأمر الله بالريح، وحاول مرة أخرى وأرسل من ينبش قبر النبي، فسكن دارا بجوار المسجد وحفر تحت الأرض، فرأى الناس أنوارا، وسمع صائح يقول أيها الناس إن نبيكم ينبش. ففتش الناس فوجدوهم وقتلوهم. لكن وقعة الاختفاء بتاعته بتختلف المصادر فيها، لكن في روايات كتير بترجح إنه كان ضحية مؤامرة دبرت ضده من أعداء كتير انتهت بمقتله. وفي بعض الروايات السنية والقبطية اتحكى إنه اتقتل على إيد أخته ست الملك لأسباب شخصية، خصوصا لما حاول تغيير نظام الوراثة المعمولة بيه كأصل من أصول المذهب الشيعي الإسماعيلي. فالإمامة لابد تبقى في نسل سيدنا علي بن أبي طالب دون غيرهم. التزم الفاطميين من بداية دولتهم بالنظام، لكن الحاكم حاول مخالفة المبدأ ده، فأوصى بولاية العهد لابن عمه عبد الرحيم بن إلياس، وأخذ له البيعة على جميع رجال الدولة، ودعا عليه بمكة، وأمر الناس بالسلام عليه بأن يقولوا السلام على ابن عم أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين. كمان أصدر أوامر بأن يضرب اسمه بجانب اسم الخليفة على العملة. محاولته دي أدت لانقسام خطير انتهى بمقتله ومقتل ابن عمه. أما الرواية الأشهر بتقول إنه خرج زي عادته في الليل على حماره، استمع لشكاوى الناس زي ما بيعمل، وأخذ وصايتهم على قضاء حوائجهم، لأن الناس كانت بتقدم له المظلمة، وبيوصيهم يستنوه تاني يوم علشان يقول لهم هيعمل فيها إيه. طول الطريق على الحال ده من بين القصرين لحد ما يوصل لخلوته في أعلى جبل المقطم، وفي الجبل بيقعد ويتدبر في ملكوت الله، وهكذا. لكن في الليلة دي 13 فبراير 1021 ميلاديا خرج على حماره وقابل الناس وأخذ الشكاوى المعتادة وطلع على الجبل، بس مرجعش. علشان كده طلع جنوده يفتشوا مغارات الجبل، وقعدوا يدوروا على أثره، بس ما لقوش ليه أثر، ما كانش موجود بأي شكل. لقوا بس الحمار بتاعه واخد ضربة في رجله، وبالبحث ما لقوش غير العباية والعمة وهي متلطخة بالدماء، مفيش جثة ولا أي حاجة منه، هو بس هدومه وحماره. يقال إنه بعد الوقعة دي ب4 سنين اعترف واحد من الجند بقتل الحاكم، ولكن الدروز شايفينه دخل في غيبة ومسيره يرجع، ولحد دلوقتي فات أكتر من 1000 سنة ولسه مرجعش. بس يا سيدي كده خلصت الحكاية، وطبعا هستنى رأيكم فيها. أما أنا فهقابلكم الحلقة الجاية، وإلى أن نلتقي لكم مني التحية والسلام.